دي دوري متجسدة في عبلة كامل، ودي وداد متجسدة برضه في عبلة كامل. وعاوز اقول لك الاتنين مفيش فرق ما بينهم نهائي، الاتنين عبلة كامل. الفرق ان دي عبلة كامل النسخة المصرية اول التسعينات، ودي عبلة كامل نسخة ديزني وبيكسار اول الالفينات. تعال بقى نفهم ليه عبلة كامل، ليه عبلة كامل موجودة في هستيريا والسمكة نيمو، ليه الممثلة دي القدر اختارها تلعب الدورين دول، وداد ودوري. نبدأ بدوري. سمكة زرقاء اللون عادية بتنسى كل شوية وهي بتعوم في وسط المحيط، بتقابل مرهف الأب اللي ابنه ضايع منه وبيدور عليه وهو مش عارف يدور عليه، ومن حظه الحلو بيقابل دوري في المحيط. وداد بقى مختلفة خالص عن دوري، واحدة ست قدامك اهي زي ما انت شايف ماشية لوحدها في مترو الأنفاق، بتقابل زين الشاب الضايع واللي عنده أحلام كتير ضايعة وبيدور عليها في مترو الأنفاق، ومن حظه الحلو برضه بيقابل وداد في مترو الأنفاق. وداد ودوري وجهان لعملة واحدة وهي عبلة كامل، أو بمعنى أصح عاوز تشوف شخصية تلقائية وطبيعية وعندها حرية في الأداء والأسلوب ودمها خفيف، هات عبلة كامل تعمل الشخصية دي وهي مغمضة. وده الدور اللي هتلعبه دوري في حياة مرهف، وهو نفس الدور اللي هتلعبه وداد في حياة زين. إزاي؟ هقولك. مرهف واحد عايش عمره كله هو وابنه في شقائق النعمان، من ساعة ما شاف مراته بتتقتل قدامه وهو بقى يخاف يهوب من المحيط ومن كل شيء غريب أو جديد عليه. لكن كل ده هيتغير لما يقابل دوري. زين برضه شاب خريج معهد الموسيقى العربية وفقير وعايش على قد حاله، عشان يعرف يصرف على امه واخته وخاله بيشتغل مغني في الافراح والرقصات الدرجة الثالثة، وبيشتغل عضو في فرقة الكورال مع المايسترو سليم سحاب، وكمان بيحاول يوصل موهبته للناس بأي طريقة. فبيقرر ينزل يغني في مترو الأنفاق للناس على أمل إن حد يآمن بيه ويساعده. ما هو ما كانش عنده تيك توك أو يوتيوب على أيامه. المهم كل الهم اللي شايله زين ده هو شايله لوحده وساكت، لكن برضه كل ده هيتغير لما يقابل وداد. دوري لما مرهف بيتعرف عليها بيشوف سمكة مقبلة على الحياة بشكل جنوني، ما بتخافش من حد أو من حاجة. الحياة بالنسبة لها عموت مختار عموت مختار 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 عموت مختار 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 عم 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 عم. يعني تقابل اناديل البحر ويلسوع فيها يمين وشمال لدرجه انه كان هيموتها عادي، هنعوم ونتمخطر. نقابل جمعيه القروش لحمايه الاسماك، ايه المشكله؟ حتى لو كانوا هياكلونا لما يجوعوا عادي هنعوم ونتمخطر، هنصاحبهم في الاخر وهنحضر اجتماعات الجمعيه كمان. اما وداد بقى بتشوف زين بيغني في المترو، بتحبه وبتتعلق بيه وبتقول له كل مشاعرها عادي، لدرجه انها بتقول له ان انا اتجوزتك في خيالي وخلفت منك. وزين مش فاهم مين الست دي وجات له منين، بس ما يقدرش يرفضها. زين البوليس بيقبض عليه بتهمة التسول، وداد عادي هروح معاه القسم ومش هسيبه. وداد بتشوف اختها اللي عايشه معاها في الشقه مرافقه راجل غريب ومدخلاه بيتها، وداد هتصوت وتلم عليهم العماره كلها وتخلي مرات الراجل تطلع وتفرج عليهم امه لا اله الا الله عادي. وداد لما رمزي اخو زين هيضربه بالمطوه هتروح معاه المستشفى عادي، وما بتسيبوش غير لما يبقى كويس حتى لو هو لسه ما حبهاش. نفس الكلام عند دوري، هي بطبيعتها بتنسى كل 10 ثواني مره، انما قررت طول رحلتها في المحيط تحفظ عنوان شارع سيدني وتقعد تقوله كل شويه، عشان ده اللي هيساعد مرهف انه يوصل لابنه. هنتصاحب على السلاحف ونكلم حيتان والحوت يبلعنا في بطنه عادي عشان مرهف يوصل لنيمو. البجع والبطه هيتخانقوا علينا عادي، المهم ان مرهف يوصل لنيمو اللي دوري بتتلخبط في اسمه طول الفيلم. وداد بتمسك ميكروفون في المترو وبتعمل صندوق تبرعات لجواز اخت زين وجوزها عشان تساعد زين في المصاريف. وداد لما اختها وجوز اختها هيطردوها من بيتها هتسيب لهم البيت عشان تسيب اختها تعيش فيه براحتها. وداد طول الفيلم عاوزه زين يحبها او يكون معاها، ودوري طول الفيلم عاوزه تفضل مع مرهف وما يسيبهاش لوحدها. دوري ووداد يا شقيق الاتنين بيعانوا من شيء واحد وهو الوحدة. ومعرفش هل ده المبرر اللي بيخلي دوري ووداد يتصرفوا كده ويبقوا بالشخصيات الطفولية الإيجابية والإنجذابية دي، ولا الوحدة وقسوتها عليهم خلتهم يطلبوا من أشخاص يكونوا معاهم ويحبوهم زي اللي انت هتشوفه في المشهدين دول. استنى أرجوك ما تمشيش، أرجوك. أنا محدش فضل معايا كتير زي كده، ولو مشيت اصل انا بفتكر حاجات كتير جدا وانا معاك. بص بي شيرمان 42 انا فاكراها فعلا، هي على طرف لساني عشان انا لما بشوفك
وببصلك بحس بأمان. أرجوك، مش عاوزة الشعور ده يضيع مني، مش عاوزة أنسى. بنات أختي طردتني، خلاص مفيش حتة أروحها يا زين. عارف يا وداد، بس هكلمك ازاي كده؟ بكرة أشوفك بكرة، أنا مش هنام لغاية بكرة، هفضل صاحية كده. أنا عايزة أخرج من هنا، عايزة أقعد معاك بره. يا زين أنا فرحانة قوي، يا زين أنا عمر ما حد قال لي الكلام ده قبل كده. أنا عايزة أخرج أقعد معاك، أنا مخنوقة، أنا محبوسة يا زين، عايزة أخرج أقعد معاك، مش عايزة أقعد هنا أكتر يا زين، عايزة أقعد معاك. وداد ودور يا شقيق بيعلموك ازاي تفضل عايش الحياة بتلقائية وصدق وحيوية مفرطة، حتى ولو كان التمن تعيش لوحدك. لأن وحدتك مش عشان انت وحش أو مختل أو العيب فيك أبدا، انت بس قررت تعيش الحياة زي ما ربنا خلقك بفطرتك السليمة. ما عملتش زي ميرهف لما شاف مراته سمكة قرش بتاكلها وقفل على نفسه ورفض الحياة وسط المجتمع، ولا حتى زي زين اللي فضل ساكت لأخوه رمزي عن كل التجاوزات اللي كان بيعملها في حق أخته وحق زين نفسه لما غزه بالمطوة مثلا. ولذلك يا شقيق وداد ودوري كانوا هما البسمة الحقيقية في قصص أبطالنا ميرهف وزين. وداد ودوري اختاروا انهم يكونوا النور اللي بتعدي عليه في سكة حياتك ويدلك على طريق الوصول، زي ما دوري عملت مع ميرهف ووصلته بنيمو ابنه، وزي ما وداد عملت مع زين وساعدته انه يجوز اخته للعريس اللي بتحبه. وداد ودوري نماذج موجودة معانا في حياتنا، بس احنا دايما اللي لما بنقابلهم بنقول عليهم دول عالم مجانين. هو في كده؟ اسمح لي سيدي الشقيق الفاضل اقول لك انك انت اللي مجنون ومحتاج تروح السرايا الصفرا كمان، لان وداد ودوري ما عملوش حاجه غير انهم قرروا يعيشوا الحياه بطبيعتهم وبالفطره السليمه اللي خلقهم بيها ربنا. فعشان خاطر يا شقيق لو في وداد او دوري في حياتك امسك في الناس اللي زي دي، لانهم كنز لا يفنى. وخليك عارف يا اسطى، احنا ما اتكلمناش عن فيلم هيستيريا وما ورائياته، ولا اتكلمنا عن فيلم فايند نيمو وما ورائياته. ولو عاوز اعمل لك حلقه عن كل فيلم فيهم لوحده ابقى قول لي في الكومنتات. واخيرا وليس اخيرا، هنسي شكرا لعبلة كامل على العبقريه والسلاسه في الاداء، وهنسي سوري على الاطاله. سلام يا شقيق.